السلام عليكم متتبعين ديالي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. شكرا لكم على الدعم والتشجيعات اللي كتخلي في حقي والمشاهده الكامله من البدايه حتى النهايه. مرحبا بالناس اللي انضمت للقناه ديالي زهراء ام سراج، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. شكرا لكم بزاف على الانضمام ديالكم عندي. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الكيكه اقتصاديه غير بجوج بيضات وكاس د المناضه اللي كتجي غزاله ما شاء الله. صراحة عمرني جربتها واليوم طاحت عليا هذه الفكرة وقلت علاش اللي ما نتقاسمهاش معكم، فتبعوا معايا الطريقة وكيفية التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الكيك، احتاجت انا جوج بيضات الحجم كبير بحرارة الغرفة، كاس د الزيت النباتية، كاس د السكر. كذلك احتاجت انا 3 د ساشيه د الخميرة د الحلوى، تقدروا تعملوا وحده كبيرة بيضة اللي كتوزن 20 غرام ووحده صغيرة د حمراء. صافي كنحتاج هنا ساشيه سكر الفاني والدقيق، وكذلك هنا احتاجت واحد تقريبا كاس د المناضه نكهه الاناناس. تقدروا تعملوا اي نكهه بغيتو نتوما، الا بغيتو تعملوا كوكاكولا لكم الاختيار. انا اول مره غادي نجربها صراحه، طاحت لي ببالي هذه الفكره وقلت نشاركها معكم. صراحه عمرني جربتها، اول مره غادي نعملها وانتم تشوفوا النتيجه في الاخر. صافي هنا ضفت واحد الاناء جوج بيضات، كذلك قبيصه د الملحه، غنضيف كاس سكر سنيده. وبالنسبه للبيضات انا احتاجت هنا الحجم الكبير، تقدروا تعملوا 3 صغارين الا بغيتوا، الا كان عندكم البيضات صغارين تقدروا تعملوا 3 الحجم صغير. صافي غادي نخفق هاد البيضات مع السكر سنيده وكذلك قبيصه الملحه، وكنخفق هاد المكونات مزيان حتى كيذوب لينا السكر وما كيبقاش السكر باين لينا وكيخسر لينا الكيك ديالنا. صافي هنا في هذه المرحله هذه من بعد ما ذاب لنا السكر كنضيفوا هنا كاس د المناضه. صراحه كتجي مزيانه البنات، جربوها انا متاكده عاد يعجبكم. صافي هنا غنضيف ديك الكاس د المناضه وكنبقى نخفق مزيان مزيان حتى كتفاعل لنا ديك المناضه مع السكر والبيضات. صافي هنا من بعد ما خفقت ديك السكر مع المناضه والبيضات مزيان كنضيفو هنا السكر الفاني. انا نسيت ما عملتوش في الاول، حتى الاخير عاد ضفتو. صافي كنزيد هاد السكر الفاني، تقدروا تعملوا جوج الا بغيتو. الصراحه السكر الفاني كيعطيها واحد المذاق مزيون. وإلا كان عندكم مبشور د الليمون ولا د البرتقال تقدروا تضيفوه حتى هو كيعطي واحد المذاق غزال. صافي هنا كنضيف كاس د الزيت النباتيه وكنخفق هاد المكونات مزيان مزيان وكنبقى نضيف الدقيق بالتدريج. وشكرا لكم متتبعين ديالي على الدعم والتشجيعات ديالكم اللي كتخليو في حقي والمسانده ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف صراحه، واخا نعيا نشكر فيكم، الشكر بحقكم قليل. وسمحوا لي بزاف البنات، الصراحه ما كنجبرش الوقت باش نبقى ننزل فيديوهات بزاف مع كانوا معايا العائله والضياف. راكم عارفين الضياف ما بغيتش نبرزطهم عاود بالتصوير، راكم عارفين شنو كاين. صراحه ملي كيكونوا العائله ولا الضياف ما كتقدرش تصور شي حاجه، ما كنبغيش صراحه. وراكم عارفين الضياف كيشبروا شويه عاود الوقيته. وسمحوا لي البنات اللي باقيه ما دخلتش عندكم، مردوده لكم ان شاء الله في الساعه الخير باذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم على الدعم والتشجيعات ديالكم، والاخوات الصديقات المخلصات اللي معايا منذ البدايه واللي انضموا للحساب ديالي جدادين. شكرا لكم على الانضمام ديالكم عندي، ومرحبا بكم والف مرحبا. وكنتمنى الوصفات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم. وكنتمنى اللي اول مره كيشاهد القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد الوصفات. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم من البدايه حتى النهايه الفيديوهات ديالي. شكرا لكم بزاف صراحه، واخا نعيا نشكر فيكم، الشكر في حقكم قليل. صافي هنا من بعد ما ضفت البنات الدقيق بالتدريج وحتى الاخير عاد كنضيف ديك 3 د الخميرات د الحلوى. صافي كنخفق هاد المكونات مزيان مع بعضياتها حتى كينسجم لنا الدقيق مع ديك السوائل اللي عملنا. بالنسبه لهاد الكيكه دات لي 4 د الكيسان الدقيق الفورس يكونوا عامرين مزيان ونص. صافي هنا من بعد ما خفقت المكونات مع بعضياتها مزيان، هذا هو الخليط. شوفوا لاحظوا معايا كيفاش كيجي القوام د الخليط، يعني عاقد ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل. وصافي وكندهنوا واحد المول د الكيك، يعني اي مول كان عندكم متوفر، سواء كان عندكم الكغاطان ولا الكيك، مول الكيك اللي عندكم متوفر نتوما، اولا شي صينيه اللي كتدخلوها الفران. صافي كندهنوها بالزيت وكنضيفوا لها شويه د الدقيق باش ما كيلتصقناش الكيك ديالنا.
وبالنسبة للكيك يعني ساهل، يعني ما فيهش شي صعوبة بالنسبة للمبتدئات. من أول تجربة ينجح معكم، علاش لا؟ فتبعوا غير الخطوات وأنا متأكدة ينجح معاكم. صافي كنضيفو الدقيق وكنبقاو نمشيوها بهذا الشكل هذا في المول ديالنا، غير باش ما كيلتصقلناش الكيك ديالنا. صافي، وكنتمنى تجربوا هاد الكيكه هادي، كتجي مزيونه بالمناضه. انا قلت لكم تقدروا تعملوها بكوكا كولا ولا اي مناضه كانت عندكم توفره. انا قلت لكم البنات انا اول مره غادي نجربها بالمناضه. صافي، هنا من بعد ما مشيت ديك الدقيق في المول ديالنا، صافي مباشره كنحيد ديك الدقيق اللي شاط لي في المول. كنحيدو وكنحاول نضرب الجوانب د المول ديالنا باش كيهبط ديك الزوائد د الدقيق. وصافي مباشره كنصب الخليط ديال الكيك ديالنا في المول. يعني طريقه سهله ومبسطه، يعني ما فيهاش شي صعوبه ولا شي حاجه. بالنسبه للمبتدئين ينجح معكم ان شاء الله. علاش لا؟ تبعوا غير الخطوات وانا متاكده ينجح معكم من اول تجربه. غير هي ملي تبغيو تصبوا الخليط عليو يديكم شويه وانتم كتصبوا الخليط باش كيخرج منه ديك الهواء. وصافي من بعد ما كنصبوا الخليط في المول ديالنا كنبقاو نخلطوه شويه مع سطح العمل باش كيخرج لنا ديك الهواء اللي كيكون في الكيك ديالنا. وصافي وكندخلوه الفران يطيب، نشعلوا له شعله من التحت حتى كيطلع الكيك ديالنا مزيان، وعاد كنشعلوا له يتحمر من الفوق. بالنسبه للسيدات اللي ما كينجح لهمش الكيك وكيهبط لهم، هذاك البنات من الاحسن ما تفتحوش على الفران والكيك ديالكم باقي ما نشفش. فلهذا كنصحكم انكم حتى يطلع الكيك ديالكم وتحسوا به نشف، حتى كتبدا تعطي ديك النسمه ديال الكيك بانه طاب ديك الساعه. صافي مباشره كتبقاو تشعلوا له شعله من الفوق حتى كيتحمر، وكتخليوه واحد 5 دقائق في الفران. من بعد ما كطفيو على الفران حتى كيطيب لكم الكيك ديالكم، عاد كطفيو عليه الفران وكتخليوه واحد 5 دقائق في الفران باش ما كيهبط لكمش الكيك ديالكم. هذا السر من الاسرار النجاح الكيك ديالكم. وصافي في هذه المرحله هذه غادي نزينوها بشويه المربى المشماش، ولا تحملوا اي مربى كانت عندكم توفره، ولا العسل اللي عندكم متوفر. ماشي ضروري تكون مربى المشماش، ولا هذا اللي عندكم متوفر. وكنحتاج هنا شويه د الكوك، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو ولا سكر كلاصي اللي عندكم متوفر. التزيين اصلا كيبقى اختياري. التزيين طبعا تزينوا باي حاجه بغيتو نتوما واللي عندكم متوفر في المنزل ديالكم. صافي كندهنوا المربى ديالنا بهذا الشكل هذا بالمعلقه ولا سباتول ولا اللي عندكم نتوما. وصافي وكنضيفوا الكوك من الفوق على هذا الشكل هذا. وكنتمنى اللي وصل معايا حتى لهاد المرحله هذه ما ينسانيش من لايك بطبيعه الحال، فضلا منكم وليس امرا. ولكم جزيل الشكر. شكرا لكم على المتابعه الفيديو ديالي من البدايه حتى النهايه، ومردود لكم ان شاء الله في سعاد الخير. وكنتمنى البنات يكون الشرح مبسط وبنال الاعجاب ديالكم هاد الكيكه. صراحه البنات انا كنحاول نتقاسم معكم اي حاجه واي فكره، وكنجيب لكم شي حاجه سهله ومبسطه وما فيهاش التعقيدات بالنسبه للمبتدئين واللي ما كينجحش معهم الكيك. صراحه هاد النصائح هادو الا تبعتوهم انا متاكده ينجح معكم الكيك من اول تجربه. صافي، هنا من بعد ما زينتها بالمربى والكوك، انا قلت لكم التزيين طبعا كيبقى اختياري. انا نوري لكم الشكل ديالها كيفاش كتجي. ما شاء الله كتجي غزاله وكتجي طالعه مفشوشه من الداخل. وإلا بغيتو تزينوها حتى بكريمه د المندالين ولا اي كريمه بغيتو نتوما ولا الشوكولا. المهم التزيين طبعا كيبقى اختياري ولكم نتوما الاختيار. تزينوا باي حاجه بغيتو نتوما واللي عندكم متوفر في المنزل ديالكم. وهذه هي النتيجه. شوفوا الكيك ديالنا من بعد ما طاب وجد، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي مفشوش من الداخل وكتجي طالعه الكيكه وسهله. ما فيهاش مكونات بزاف، غير 2 بيضات وكاس د المناضه. يعني ما فيهاش شي صعوبه ولا شي حاجه. المهم البنات انا كنحاول نجيب لكم شي حاجه سهله ومبسطه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي غزاله، ما شاء الله مفشوشه. وكنتمنى ما تبخلوش علينا باللايك وزر الاشتراك باش يوصلكم جديد الوصفات. وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على قلوبكم. وشكرا للناس اللي بقات معايا حتى دابا من البدايه ديال الفيديو حتى النهايه. لكم جزيل الشكر. وما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. وكنتمنى يكون هذا الفيديو خفيف وظريف على قلوبكم. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد الوصفات. وشكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم والدعم والتشجيعات ديالكم اللي كتخليو في حقي.
وما بقى لي غير نقول لكم الصحة والراحة ودمتم في رعاية الله وحفظه.